السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. بعتذر عن انقطاع الفيديوهات بقالي فترة لظروف خاصة، لكن رجعنا لكم تاني مع فوز جديد للمارد الأحمر بثلاثية جديدة. والفيديو زي ما قلنا هتلاقي العنوان بتاعنا زي المحتوى بالظبط، مفيش تغيير ولا اي حاجة، ولا بجذبك للمشاهدة وخلاص. لو عجبك الفيديو اعمل اشترك في القناة واعمل لايك وشير. بنقول مبروك للمارد الاحمر، مبروك لكولر الجواهرجي زي ما كابتن ايمن الكاشف بيقول، ملك الثلاثيات والرباعيات. ثلاثيه جديده المره دي على حساب الاسماعيلي فريق كبير طبعا. ثلاثيه صحيح جه فينا جون، واحنا كاهلاويه للاسف كولر عودنا ان احنا لما يجي فينا حتى هدف واحنا كسبانين 3 بزعل كاننا خسرنا. مبروك تاني للاهلي، مبروك لكولر، ومباراة حلوة جدا تكتيكيا، ومباراة فيها انسجام وكل حاجة. وألف سلامة لإمام عاشور طبعا نجم الأهلي، مليون سلامة إن شاء الله يقوم بالسلامة ويلعب ويكمل ماتشاته اللي جاية. بس أنا عاوز أقول للكولر حاجة واحدة، قول لنا بس هو موديست شغال شغلانة تانية؟ يعني موديست مثلا شغال شغلانة تانية الصبح بيجي من الشغل على الماتش على طول، بيجي تعبان. يعني لو شغال شغلانه تانية قول لنا يبقى احنا حتى عارفين. يعني هو جاي من الشغل الراجل حتى ما لحقش يريح ولا ياكل، يعني نزل تعبان، نازل الراجل محتاج حد يشيله. طب ما ممكن يعني ياخد جزء من المباراة صغير كده، اصغر من كده، ممكن يديله جزء اقل من كده، وقت اقل من كده، لحد ما لياقته ترجع واحده واحده. لكن الراجل محسسنا ان هو كان شغال، ومش شغلانه اي شغلانه، ده شغال شغلانه بعد الظهر وشغلانه متعبه. يعني الراجل مثلا مطلع ايه طوب ورمل وكده، وجاي ايه وجاي يلعب. ما اختلفناش، ممكن يكون الراجل مهاراته كويسه بس مش باينه لان لياقته واقعه. لياقته واقعه لان مهاراته مش باينه لان لياقته واقعه. فاحنا مش عارفين هو، طب هو كويس ولا مش كويس ولا ايه بالظبط. فنتعشم ان شاء الله لياقته مع الماتشات تيجي، ويعني يرجع تاني عشان ما يبقاش لبسنا الصفقه ديت و... ونرجع تاني نقول بقى حرام الفلوس اللي اتدفعت فيها. ومع ان احنا عارفين، احنا بس كل الحكايه اللي انا عندنا ثقه في عين كولر. لو كولر هو اللي مختاره يبقى ان شاء الله يبقى كويس مع الوقت، وكولر هيديله مع الوقت وقت احسن من كده، واكيد هيطوره، واكيد هيعمل له تدريبات خاصه ان شاء الله. ونبارك تاني للاهلي على الثلاثيه اللي عملها مع الاسماعيلي ومواصله الثلاثيات. بس كنا عاوزينها كلين شيت، بس معلش دخل فينا جون او دخل في النادي الاهلي جون، مفيش مشكله. حاجه تانية عاوزين نعلق عليها غير مباراه الاهلي النهارده، اللي كان فيها حسين الشحات طبعا متالق، بيرستاو نجم، كل لعيبه الاهلي بصراحه نجوم. صحيح خروج امام عاشور اثر، لكن طاهر نزل من احسن الاوقات اللي عملها طاهر مع الاهلي. ونعلق بقى على قرعه دوري ابطال افريقيا، واللي كل الناس عرفوها طبعا، وكله عارف مين المجموعات كلها ايه، ومين اللي لعب مع الاهلي. لا انا عاوز اعلق على حاجه تانية، ان الناس لما شافت القرعه قالت لك والله ايه، والله قرعه الاهلي ايه سهله، الفرق اللي بتلعب معاه سهله كويس، اللي هو مش عارف سان داونز في مجموعه تانية، مش عارف مين في مجموعه تانية. يا جماعه انا عاوز اقول لكم المفروض الفرق التانية اللي تحسب للاهلي، مش الاهلي اللي يحسب. المفروض الفرق التانية تدعي ان الاهلي يبعد عنها. الاهلي هو سيد افريقيا، هو بطل افريقيا الاوحد. البطولة ال 11 بطولة افريقيا، بيدخل البطولة معروف اللي هو الفريق المرشح الاول للقب. فلما تيجي ايا كانت القرعة، ايا كانت الفرقة تقع مع الاهلي، هم اللي يعملوا حساب للاهلي ويبقوا قلقانين من الاهلي، مش احنا اللي نبقى قلقانين او نقول القرعه او ما نستنى القرعه ان كانت فرقه سهله فرقه صعبه. مش احنا، غيرنا يستنى الكلام دوت، غيرنا يحسب للحاجات دي. احنا لا، الاهلي في احسن حالاته، مع مدرب كويس، مع لعيبه كويسه جدا. والاهلي زي ما قلنا هو سيد افريقيا، فما ينفعش ان انا استنى اشوف القرعه كويسه لا مش كويسه. فالكلام دوت مش عندنا، مش عند الاهلاويه. احنا بنقول الاهلي في اي مجموعه هيعمل ماتشات، وان شاء الله يحقق اللقب ال 12. والف مبروك تاني للاهلي، ودايما مفرحنا. وبحيي الشناوي جدا، عمل مباراه كويسه جدا النهارده، انقذ كور
صعبة، هو فعلا في حتة تانية، وهو فعلا رقم واحد في مصر، ويستحق دايما يكون هو الحارس الأول في مصر. لازم ندي كل واحد حقه، ولازم ندي كولر حقه. الراجل بيعمل شغل كويس جدا في الاهلي، بس عشان خاطر زي ما قلت لك، شوف موديست لو بيشتغل شغلانه تانية ويجي لنا يلعب الماتش، يا عم بلاش الشغلانه دي. يعني لو بيشتغل شغلانه تانية يا عم بلاش الشغلانه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد ان شاء الله مع مباراه جديده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه.